بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات إن أي رقم في الدنيا أس صفر بيساوي الواحد، ما عدا رقم واحد بس وهو الصفر. صفر أس صفر ديت لما تيجي تعملها على الآلة هتطلع لك ايرور. طب ليه يا عم الحاج هتطلع لي ايرور؟ صل على النبي. دلوقتي مثلا لو أنا جيت قلت لك اتنين أس صفر بكام؟ ولو قلت لك صفر أس اتنين بكام؟ صلى على النبي كده، واحدة واحدة وبالراحة. اتنين أس صفر ديت احنا اتفقنا من الفيديو اللي فات إن أي حاجة أس صفر بواحد، وعرفنا إن احنا نيجي نحلها وفهمنا ازاي. تمام. طيب صفر أس اتنين، صفر أس أي رقم في الدنيا بصفر. ازاي يا عم أنا مش فاهم؟ ما يا عم صفر أس اتنين ديت معناها إن الصفر هيتضرب في نفسه مرتين. يعني صفر في صفر، طب صفر في صفر بصفر، صفر في أي رقم في الدنيا بصفر. ماشي، كويس. يبقى احنا كده عملنا أساس كويس أوي. إيه هو الأساس؟ ان انا لما يبقى عندي صفر في الاساس دوت، يبقى الناتج بيبقى بصفر. اه زي مثلا لو قلنا صفر اس تلاتة، فصفر اس تلاتة معناه صفر في صفر في صفر تطلع بصفر. طيب، وعملت برضو قلت لي ان انا لما يبقى عندي صفر موجود في الاس يبقى الناتج بواحد. ايه ده ازاي؟ مش انت لسه قايل لي ان مثلا اتنين اس صفر بواحد؟ اه. وقلت لي ان اي رقم اس صفر بواحد؟ اه. حلو. يبقى الصفر دوت لو هو موجود في الاساس الناتج بيطلع بصفر، ولو هو موجود في الأس الناتج بيطلع بواحد. كويس. طيب صفر أس صفر، صلى على النبي. انت لسه قايل لي ان انا لما يبقى عندي الصفر دوت موجود في خانة الأساس اهو دوت، اهو اللي هو ده، فالناتج هيطلع بصفر. حلو، يعني الناتج ده بصفر. ماشي، ما هو الصفر هو موجود في الأساس. طيب، بس انت برضو يا هندسة قلت لي ان انا لما يبقى الصفر دوت موجود في الأس اهو زي دي، فالناتج هيطلع بواحد. هقول لك ايوه فعلا. ايه ده بقى ازاي؟ ايوه فعلا. اصبحت ان ديت عمليه رياضيه طلعت لي ناتجين، مره طلعت لي الصفر ومره طلعت لي الواحد. هل الكلام ده ينفع؟ هل الكلام ده منطقي؟ طبعا لا. ازاي بقى؟ دلوقتي صفر اس صفر، والله انت قلت لي انا هشتغل مثلا ان انا عندي الصفر موجود في الاساس، فما دام الصفر دوت موجود في الاساس فانا ضامن ان الرقم هيطلع بصفر. او هشتغل ان انا عندي الصفر دوت موجود في الاس، وما دام الصفر دوت موجود في الاس فالناتج هيطلع بواحد. ايه ده بقى؟ يعني العمليه الرياضيه ديت بتطلع لي الصفر وفي نفس الوقت بتطلع لي الواحد. طب هل الرقمين دول بيساووا بعض؟ لا، الصفر لا يساوي الواحد. صح صح، يبقى العمليه الرياضيه ديت هتطلع لي ايرور. ليه هتطلع لي ايرور؟ لان هي بتطلع لي قيمتين والقيمتين مش متساويين. لو انا همشي مثلا بالكونسبت اللي هو المبدأ على ان اي عدد اس صفر بواحد فهتطلع لي مثلا واحد، ولو همشي بالكونسبت المبدأ ان انا عندي ان الصفر موجود في الاساس يبقى الناتج هيبقى بصفر فهي هتطلع لي صفر. يبقى مرة طلعت لي صفر ومرة طلعت لي واحد. وانا مفيش عملية رياضية بعملها في الدنيا الا لما لازم تيجي تديني ناتج موحد. يعني انا مثلا ما ينفعش ان انا اجي اقول لك 4 زائد 2 فتقول لي والله 4 زائد 2 يا اما 6 يا اما 5. لا، الكلام ده غلط. الكلام ده غلط طبعا. انت ممكن تيجي تقول لي والله ان 4 زائد 2 ديت، تعالى نكتبها بس كده. انت ممكن تيجي تقول لي ان 4 زائد 2 دي يا هندسه ممكن تقول لي دي بستة، اقول لك اه كلام سليم. ممكن تقول لي برضو ان هي ب 12 على الاتنين، اقول لك اه فعلا ما هي 12 على الاتنين بستة. ممكن تقول لي برضو ان هي 3 في 2، اقول لك فعلا 3 في 2 بستة. لكن ما ينفعش تيجي تقول لي ان الستة ديت بخمسة، اقول لك لا، كده انت بتخرف. فالمسألة ديت إيه اللي بتحصل فيها؟ ان هي بتخرف، مرة بتطلع لي واحد ومرة بتطلع لي صفر، عشان كده هي بتديك ايرور. بس هي دي الحكاية كلها. كده انت فهمت ليه اي رقم أس صفر بواحد، وانا شرحته لك في الفيديو اللي فات. وفهمت ليه صفر أس صفر ديت عملية غير ممكنة، لما تيجي تعملها على الآلة هتطلع لك بإيرور لأن هي بتديني قيمتين. لو مش فاهم ديت فارجع للفيديو اللي فات. يبقى أي رقم أس صفر بواحد ما عدا الصفر، لأن صفر أس صفر لما تيجي تعملها على الآلة هتديك إيرور. بس كده. شكرا وبالتوفيق.